عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالنا كتير ما قعدناش ولا حكينا مع بعض. جايه النهارده اتكلم معاكم في موضوع مش عارفه انتوا واخدين بالكم منه ولا لا. الستات بقت بجحة ولا بقت جريئة؟ يا ترى الستات والنماذج اللي احنا بنقابلها كستات وكرجاله كمان، ترى النماذج اللي احنا بنشوفها دي بجاحة؟ يعني دي بجاحة ولا لا هي مجرد جرأة واحنا بس اللي مخضوضين على الفاضي او احنا اللي مكبرين المواضيع؟ طب تعالوا الاول احكي لكم كده حكايه حصلت قدامي، يعني انا شاهد عيان زي ما بيقولوا كده. عندنا واحد صاحبنا كده على اليوتيوب، راجل جدع جدا، تملي بيعمل لايف يساعد فيه القنوات الصغيره، يتكلم ينصحهم يعملوا ايه او ما يعملوش ايه. تملي الراجل ده بتبقى جنب منه زوجته، فمن كتر ما هي بتحضر معاه او تقريبا كل اللايفات بتاعته هي بتحضرها، فاحنا نشأ بينا وبينها كده نوع من الصحوبية والصداقة من غير ما نشوفها. والله هي ست جميلة جدا. المهم اللايف الاخراني ده ايه اللي حصل فيه بقى؟ اللي انا حضرته ايه اللي حصل فيه؟ الست الجميلة دي ما كانتش موجودة، كانت مشغولة بقى بتعمل اي حاجة في بيتها، كانت بتحضر حاجة لولادها الله اعلم. المهم انها ما كانتش فاضية فما حضرتش. فصديقنا ده عمل اللايف بتاعه، وفي واحدة بقى تانية طبعا عرفت ان زوجته مش موجودة مش حاضرة، فبدأت تدخل وتتكلم وتنزل بكومنتات. الاول انا بحب اسمع صوتك جدا، انا بحب كلامك قوي، انا معجبة بيك، انا بحبك. هي بدأت كده ورا بعض كده كومنت ورا كومنت. تمام. والراجل ايه بيقول لها شكرا، انا والله متشكر على ذوقك، انا لحد ما وصلت لحتة ايه، انا بحبك وانا هخلص لك الورق بتاعك وتجيلي بره. هي عايشة بره مصر، خلاص مش عايزين نعرف هي فين، بس هي عايشة في بلد اجنبية بره مصر. تمام. الراجل اتخض، كلنا اتخضينا بصراحة يا جماعة، كل اللي كان موجود في اللايف ده اتخض. ازاي انت جاتلك الجرأة دي ان انت تتكلمي كده اصلا وانت عارفة ان اللايف ده حضره ناس كتير؟ الجرأة دي جاتلك منين؟ المهم اكمل لكم. الراجل اتوتر جدا، اتخض من كلامها، بدأ يصدها ويقول لها انا متجوز، انا بحب مراتي، انا عندي عيال، انا عيالي بالدنيا وما فيها، احنا صحاب، احنا مفيش فايدة. هي مصممة على كلامها وعلى اسلوبها في الكلام، ما غيرتهوش، ما غيرتش حرف. المهم زوجة صديقنا دي او صاحبتنا بقى اللي هي زوجة صديقنا دخلت، خلصت اللي وراها ودخلت. فلما دخلت بدأت تحس ان في حاجة مش مظبوطة، لان بدأ احنا كصحاب على اللايف بدأنا نتكلم معاها، تعالي يا ست الستات شوفي ايه اللي بيحصل، تعالي وقفي الست دي عند حدها، تعالي. الست التانية بقى اللي هي اللي صاحبتنا الجريئة دي، اول ما حست ان زوجة الراجل دخلت بطلت كومنتات، ما اتكلمتش خالص، وبدأت تسمع زي ما كانت متعودة طول الوقت ان هي تبقى على اللايف وتبقى بتسمع بس وما تتكلمش. زوجة صاحبنا بصراحة كانت عاقلة جدا، كانت ست كده عاقلة كده ومتزنة، بدأت تتكلم. طب اطلعي بكومنت وريني نفسك. هي اختفت، قالت لها والله هو لو هيوافق انه يسيب مراته وعياله يروح لك. الراجل بصراحة قال لها انت عندي بالدنيا. الموضوع يا جماعة اتحول والله اتحول لموضوع كده شخصي، بس للأسف كان لايف قدام الناس. بس الحمد لله احنا كنا كلنا صحاب، يعني كان اللايف ده اغلب اللي فيه احنا طبعا اللي بنحضر له، واحنا كلنا فعلا في بينا وبين بعض صحوبيه وصداقه. عايزه اقول لكم اصلا ان الست دي اتظبطت مننا، عايزه اقول لكم يعني ان هي كده اتخربشت خربشه جامده قوي كلنا مننا كلنا. يا ترى هي كانت بجحه ولا كانت جريئه؟ انا رايي الشخصي ان هي كانت بجحه، لان انا طول الوقت اشوف ان الست من حقها ان هي اللي تتحب، وان هي الراجل هو اللي يروح يقول لها انا بحبك او يصارحها بحبه. ليه انت تخشي وتحرجي نفسك لان انت مش عارفه هو هيبادلك ولا مش هيبادلك؟ انت مش عارفه ان، وبالذات كمان يا جماعه ان قدام الناس وهي كده خدت القلم على وشها من غير ما حد ياخد باله ومن غير ما حد يعرف، نقوله ماشي. لكن المشكله ان هي حطت نفسها
صراحه في موقف وحش جدا قدام الناس، قدامنا كلنا. والراجل بقى بيقول لها لا، الراجل بيقول لها انا بحب مراتي. فانا شايفه والله يا جماعه ان دي بجاحه، انا شايفاها ان هي بجاحه. الستات لازم كده تعقلوا شويه وتهدوا شويه. وليه تملي اشمعنى الراجل المتجوز؟ اشمعنى الراجل المتجوز تملي الاقي كده الستات هي اللي بتحوم حوالين منه وهي اللي عايزه تخطفه؟ اشمعنى؟ يا ترى ده حاجه يعني حاجه جوه منك كده اللي هو نفسك تلاقي نفسك كده متعه الانتصار، انك انتصرتي على ست تانية، خدتي جوزها منها وخربتي بيت وهدمتيه وبهدلتي عيال؟ ليه يعني؟ اشمعنى الراجل المتجوز؟ ما تروحي يا ست الكل دوريلك على اي راجل تاني، ما تروحي. اشمعنى الراجل المتجوز؟ مش فاهمه. واضح كده يا جماعه ان لازم الستات تعقل شويه وتهدى شويه وتبطل وتبطل ايه، وتبطل البجاحه. اكتبولي تحت في الكومنتات يا ترى الست دي كانت بجحه ولا كانت جريئه. هستنى منكم الكومنتات، هستنى منكم تقولوا لي رايكم. وما تنسوش يا جماعه اللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه لو انتوا حابين يوصلكم مني كل فيديو انا بنزله. لو انتوا حابين كرمي ما تنسوش الاشتراك. باي باي، السلام عليكم.